حاجة النهاردة هنتكلم عن أسرار المتفوقين وإزاي تحب الدراسة. يلا نبدأ. ما تنسوش تصلوا على النبي. أول حاجة قبل ما تبدأ الدراسة لازم تنظم وقتك. إزاي أنظم وقتي يا بسملة؟ لازم قبل ما تبدأوا دراسة تنظموا وقتكم بالتودو ليست. ازاي انظم وقتي؟ نكتب في التودو ليست بتاعتنا المادة اللي علينا او الوحدة اللي علينا، ونكتب خلال قد ايه هنخلصها، خلال مثلا ساعتين او 3 ساعات. الخطوة دي هتخليكوا تلتزموا اكتر وتسهل عليكوا المهام. وكمان اظبط مؤقت على ساعتين، وبالشكل ده يخليكوا تلتزموا اكتر. وكمان بعد ما تخلصوا المادة اللي عليكوا او الوحدة اللي عليكوا تشطبوها او تعملوا عليها علامة صح، وبكده هتكون اسهل ليكوا واسرع للدراسة. وكمان لو عاوزين تستخدموا برنامج زي البومودورو والمؤقت، جبتلكوا برنامج سهل وبسيط اسمه فورست. هتفتح برنامج فورست وتحدد الوقت اللي انت هتحدده، زي مثلا 10 دقايق او 30 دقيقة او 20 دقيقة، وبعد ما تخلص تشطب على المهمة او تعمل عليها علامة صح. بالشكل ده هتقدر تنجز حاجات كتيرة. تاني حاجة عايزين حاجة تحفزكم وتشجعكم على الدراسة، جبتلكم الحل. وكمان عشان حاجة تحفزكوا على المذاكرة وتشجعكوا على المذاكرة، فتعملوا زائد ايه او حلم طب على الورقة، دي هتديكوا تحفيز اكتر للمذاكرة. وكمان عشان حاجة تحفيزية تحط في شاشة الموبايل هدف من اهدافكم عشان يحفزكم. وأهم نقطة ذاكر بصوت مسموع وصوت عالي عشان تفهم كل نقطة في الكتاب ومش تنساه. وكمان من الطرق المفيدة جدا انكم تدرسوا بصوت مسموع، زي مثلا عايزين تناموا، فالدراسة بصوت مسموع يخليكوا تصحصحوا. ولو مش فهمتوا موضوع في الدرس شاهدوه على اليوتيوب هيساعدكم بشكل أسرع وأسهل. حتة مهمة عايزين تعلموا عليها وخايفين تروح منكم، فتستخدموا الفواصل دي. الفواصل مهمة جدا وبتحفزكوا على الدراسة. وكمان لو في حتة عايزين ترجعوا لها تاني فتحطوا الفاصل عشان ترجعوا لها. ونيجي على خطوة الرسم. ارسموا حاجة تبع الدرس، يعني مثلا الأحياء برسم فيه الرئتين هنا في الكراسة، مثلا الكراسة دي برسم هنا الرئتين أو حاجة تبع الدرس. وبعد كده نكتب الحاجات المهمة في الدرس بنكتبها بالشكل ده. ارسم رسمة تبع الدرس نفسه عشان تكون شكلها حلو وتفهم أسرع. في حاجة صعبة عليكم وعايزين اختصارات فجبتلكوا الحل. معادلات الكيمياء صعبة عليكم تعملوا لها اختصار. فمثلا عندي حمض الكربوليك كنت بقول C6 H6 O6، فكنت بعمل C لحد 6، والH بعملها برضو 6، والO بعملها 6، وكنت بقول اختصار قهوة بجد يعني. وكنت بختصر المعادلات أيام تالتة ثانوي بالشكل ده عشان تسهل عليا حفظ المعادلات وفهمها. بحس لما بحط اختصارات من دماغي بتسهل عليا المعادلات بتاعت الكيمياء وتسهل عليا المذاكرة جدا. وحاجة كمان هتساعدكم وقت الامتحان ووقت المراجعة، انكم تقسموا الكشكول بالشكل ده. لو قسمتوا الكشكول وقت المراجعة هيساعدكم تفهموا الدرس اكتر. كمان انك تعمل السؤال جنبه الجواب، فالحاجة دي بتحفزكم اكتر وتخليكم تفهموا الدرس اسرع وتحفظوه بشكل اسرع. وكمان حاجة تخليكوا تحبوا الدراسة وتشجعوا الدراسة، وهي القلمة الهياطة.
بصراحة بتشجعك على الدراسة، وكمان لما تكون الحاجة منظمة وفيها ألوان فدي بتحمسك للدراسة. وكمان الحاجات المهمة بتعلم عليها. ولازم تاخد بريك كل ساعتين بتذاكر فيهم، لازم تاخد بريك نص ساعة أو بالكتير قوي ساعة كده، بعد كده خد ساعتين دراسة، بعد كده بريك، وهكذا. البريك بتاعك انك تنام شوية او تتمشى شوية او تاكل سناكات او تتفرج على فيديو انت بتحبه، فيديو تحفيزي عن الدراسة، او تتكلم مع اهلك شوية، تعمل حاجة مختلفة عن الناس وحاجة انت بتحبها. وكمان وقت الامتحان اشرب مية وكل اكل صحي عشان تنشط جسمك وكمان تنشط عقلك، وكمان كل مكسرات عشان تقوي الذاكرة وتبعد عنك كسل. وكمان الناس المحبطين اللي بيقولك المادة صعبة، انا مذاكرتش، انا مش عارف احل، الامتحان طويل جدا والمادة صعبة ومش قادر احل، ما تسمعهمش خالص، لان دول بيوتروك. وحاول تبتعد عن الاشخاص المحبطين واختلط بالاشخاص المتميزين. حاول في وقت الامتحان تاخد قدر كافي من النوم اللي هو ال8 ساعات بتاعتك، واصحى بدري وذاكر. وما ننساش اول ما نبدأ المادة نقرأ المادة ونفهمها وبعديها نحل عليها. وقت الامتحان بالذات ابعد عن القهوة وابعد عن اي حاجة تسهرك.